تخيل إنك ماشي في طريق طويل وشايل على ظهرك شنطة تقيلة جدا، شايل فيها كل حاجة قابلتها في سكتك، مواقف قديمة زعلتك، كلمة حد قالها لك من سنين وجرحتك، غلطات عملتها ولسه بتلوم نفسك عليها، وحتى خوفك من اللي جاي. كل ده محشور جوه الشنطة دي، وانت مصمم تكمل بيها الطريق. المشكلة مش في طول الطريق، المشكلة في الحمل اللي احنا رافضين نسيبه. ساعات بنتمسك بوجعنا وذكرياتنا الحزينة كأنها جزء من هويتنا، وبننسى ان الشنطة دي هي اللي معطلانا عن الحركة، وهي اللي مخلية خطواتنا بطيئة وروحنا مطفية. بنفتكر اننا لو رمينا اللي فيها هنبقى بننسى اصلنا، بس الحقيقة اننا كده بندي نفسنا فرصة نتنفس. مش كل حاجة مرينا بيها تستاهل تفضل معانا طول العمر. في مواقف كانت مجرد دروس محتاجين ناخد منها الخبرة ونرمي الباقي ورا ظهرنا. الذكاء مش انك تشيل اكتر، الذكاء انك تعرف ايه اللي يستاهل يكمل معاك، وايه اللي بقى عبء لازم تنزله من على كتافك علشان تقدر توصل لمكان احسن. بص جوه شنطتك النهاردة وشوف ايه اللي مخلي خطواتك تقيلة. الحاجة اللي بتوجعك ومش بتضيفلك ملهاش مكان في مشوارك اللي جاي. نزل الشنطة، ريح ظهرك، وكمل طريقك خفيف. الرحلة لسه فيها حاجات حلوة، بس محتاجة حد عنده طاقة يمشيلها.